عاشقات اللباس المغربي، كي دايرات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم كلها تكون بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. البنات معكم حسنة من مدينة اكادير. عندنا المحل ديال الخياطة البنات، مرحبا بكم. كاين في حي ليراك حدا حمام النخيل. المهم لادغيس راه باينه، ما كاينش فين توضروا البنات. بغيت هاد لا فيديو دايره لكم واحد لا كابسول ديال الجلابات ابتداء من 250 درهم. جليلبات ابتداء من 250 درهم. جليلبات انيقين وغزالين، واخا الثمن ديالهم قليل ولكن راه بمنتهى الاناقه. البنات ردوا معايا يسار الشاشه، راه كنكتب العبارات وكنكتبهم حتى بالاكس ال وبالدوبل اكس ال اللي ما كتعرفش القياس ديالها. وراه عندي واحد لا فيديو في يوتيوب البنات كنوريكي بالتدقيق وما تحتاجي حتى واحد كيفاش تشدي العبارات ديالك، تشديهم بوحدك البنات. وكنذكر حتى الاثمنه تاع الجلالب، كل جلابه راه كنذكر الثمن ديالها. هذه البنات كدير 400 درهم. هذه عندها لا فينيسيون بالتضريس، والتضريس البنات راه رقيق. بالنسبه لهذا الموديل الثاني، موديل عصري وراقي وانيق. هذه جلابه شوميز، المهم فصلتها، هي الفصاله ديال الجلابه هذه فصلتها فصاله عاديه بحال الفصاله ديال الجلابه، غير ما عندهاش القب. بلاصه القب كاين هذا الكول شوميزي اللي كيجي انيق كله بالطرز. هذه فيها الطرز هكا في الكول، هكا في الكول شميزي ديالها وفي الكمام. موديل انيق بزاف، تقدري تلبسيه البنات. تكون لي بحالي عزيز عليها، بحال لون الصك، بحال لون الصباط. كاين اللي كيقول بان هو ماشي زعما اون مود انا تلبسي بحال لون الصباط بحال لون الصك، ولكن انا من العشاق ديال ان كي اللون د الصباط يكون اللون ديال الصاك. بحال دابا هادي كنتخيلها باكا بصاك صغيور في داك اللون، في داك الغوز انديان. الفولاغ يكون في لو نوار، ما يكونوش بثلاثه هما. البنات كما قلت لكم كيعجبني بحال هكا، مثلا الصاك يكون بحال اللون تاع الصباط، ولاني الفولاغ مثلا يكون مغاير، مثلا الفولار يكون في اللون تاع الجلابه. البنات ياك كنكتب العبارات على يسار الشاشه، وتا الاثمنه وتا البنات اللي ما كيعرفوش العبارات ديالهم، مثلا كيعرفوا غير بالاكس ال ولا بالدوبل اكس ال، راه كتبه حتى القياس، كتبه حتى القياس اللي يناسب. هذا مثلا كل جلابه اش من طاي كتلبس راه كتبه حتى بالاكس ال وبالال وبكلشي. المهم مرحبا بكم البنات. هذه بالطرز المكناسي. الطرز المكناسي غرزتو بحال الطرز الفاسي، غير المكناسي كيكون هو بالالوان. ملي كيكون بالالوان كنقولوا عليه الطرز المكناسي. فنه البنات عصريه. واخا ما تشوفوش الثمن ديالها تقولوا لي غير 250. بيت البنات نقول لكم هذا الجليلبات واخا الثمن ديالهم 250 درهم فقط، ولكن راه الثوب ديالهم راه كاليتي مزيانه. هذا لولا فيه الخيوط تاع لولا، ماشي لولا 100%. دابا كما كتعرفوا دابا التوابات ولاو كيخلطوا فيهم الخيوط. وانا دابا هذا مع فيه الخيط، يعني فيه لولا، راه رقدتو في الماء قبل ما نفصلو، قبل ما يتفصل راه رطبتو ليله هكا في الماء وتستقطر ونشف عاد باش تفصل. يعني ما تخافيش ما يشربش ليك، الا لبستيه ما غاديش يشرب ليك لان صافي ديجا ترقد في الماء. وهاد الاثواب هما اللي زوينين دابا للصيف، لان كيشربوا العرق وما كيطلقوش الريحه بالنسبه للناس مثلا اللي كيتعرقوا هذا. المهم كيعطيك البروده فاش كتلبسيه، لان فيه الخيط تاع لولا. دابا كلشي الاثواب كيتخلطوا فيهم ديما جوج خيوط. البنات هذه حتى هي هذه جلابه، دوك اللي قبل منها كلهم هكا دي جلابه شوميز. هادو وهذه دابا كجلابه بالقب ديالها، القب ديالها مغلف بالثوب وحتى الكمام حتى هي فيها ديك الطريزه تاع طرز المكناسي.
كنعشق انا هاد الطرز، طرز الفاسي والطرز المكنسي. عرفتي راه ما يمكنش واحد الرقي اللي كيعطيو اللبسه، كيعطيوها واحد الرقي غزال وزوين. هاد الموديلات البنات اللي وريت لكم كامل تقدروا تلبسوا مع دي صوندال، مع دي زيسبا، المهم هما زوينين بزاف. راه واخا تشوفوا الثمن ديالهم، واخا تشوفوا الثمن ديالهم هكا غير 250 درهم، ما تحقروهمش البنات، راه فنين. وكاع الا نسقتوهم راه ما شاء الله. راه الا نسقتوهم مع فولاغ، مع دي صوندال، مع كسويك، راه ما شاء الله تكوني بمنتهى الاناقه. البنات واخا انا مقله في الظهور ديالي في يوتيوب وما كنلوحش فيديوهات كتر، المهم كنحاول نلوح هكا دي هكا دي فيديو قصار تاع خدمتي، ولكن راه الحمد لله راه كتواصلوا معايا، وكنشد انا لي كوموند البنات، كنشد لي كوموند ديال القفاطان. ان شاء الله قريب نشارك معكم قفيطنات غزالين. كنشد لي كوموند من عندكم البنات، يعني اللي بغات بحال هكا عندها شي موديل في دماغها وعجبها وعشقاتو، مرحبا تصيفطوا ليا وان شاء الله ما يكون غير الخير. وراه كنتكلفوا البنات بكل شيء اللي بغيتي. راه الا بغيتي نتكلفوا ليك بالثوب كنتكلفوا ليك. المهم بغيتي نتيا تجيبي لي تصيفطي لينا الثوب مفصل، المهم اللي يعجبك. مرحبا بكم البنات، وكنتمنى هاد الموديلات يعجبكم. شوفوا هاد الموديل غزال بهاد الطريزه تاع الطرز الرباطي فنه كاينه في الصدر حتى هي البنات. ياك حتى هاد الجيبه الثمن ديالها 250 درهم، فيها ديك الطريزه هكا في الصدر، وفيها عندها القب ديالها مغلف بالثوب. بنات جليلبات انيقين بثمن بسيط، ولكن راه الا لبستي عرفتي شنو لبستي، لان الجلابه سبحان الله العظيم الزي التقليدي ديالنا راه غزال غزال ما شاء الله، من بين احسن الازياء التقليديه اللي في العالم. يعني واخا بسيطه ولكن كتجي دائما انيقه. مرحبا بكم البنات، وكنشكركم على التواصل ديالكم، كنشكركم على التشجيع ديالكم. والحمد لله اللي شرات من عندي شي حاجه الحمد لله كتفرح بها وكتقول لي حسنا الحمد لله حسن من الكاميرا. كنشكركم البنات ومرحبا